could be us. So back to what I was saying. Could be us. مرحبا شباب، معكم عماد البني من قناة العاب برامج اندرويد. اليوم جايب لكم موضوع جديد وفيديو جديد. اليوم رح نحكي عن الايس ويزرد اللي نزلوه بكلاش اوف كلانس، هو اصلا بكلاش رويال. رح نحكي اليوم شلون انه هجومه كتير خارق، اذا عرفت تستعمله رح تستفاد منه درجة. رح ورجيكم انا هلا شوية هجمات الي، طبعا غالبيتها 100%، 77، 100%، 73. طبعا شباب، انا مثل ما قلت لكم كؤوسي عليو كتير 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 من وراء الايس ويزرد، يعني ما كنت متوقع انه اقدر اجيب هيك كؤوس وحاطلع على كريستال. انا كنت ما بدي اطلع، بس هلا رح اطلع واخذ جائزته. طبعا يا شباب، انا هلا رح حورجيكم كم هجمه انا هاجمها. خلينا نبلش من تحت. رح ورجيكم طريقه تستعملوا فيها الايس ويزرد مع الجينت. طبعا شباب، اول شغله بتنزل جينت، مثلا جينتين على كل دفاعيه، يعني 2 جينت على كل دفاعيه، وراهم دغري ايس ويزرد. رح نشوف هلا زتيت كم واحد جينت وكم واحد بايس ويزرد. طبعا لازم تختار التصميم المناسب. هون كان لازم نفجر السور بالنص عشان يفوتوا، بس المفجر السور راح، بس برضو فاتوا من النص، ممتاز. نفوت معهم الايس ويزرد. طبعا لازم ندير بالنا انه لازم نزيد حماية. زتينا الحماية هون، ولسه معنا 7 جينت. شوفوا الايس ويزرد شو عم يعمل. طبعا هون انحرف على المسار، ما كان لازم يروح هيك، بس منيح نزلت حماية، يعني فادتني شوي. ما عم يتركوا بيحاربوا الايس ويزرد، يعني فتنا من هون نسبة منيحة. هون الجينت تقريبا خالص. نمسح ورا شوي شوي. طبعا هي الهجمة طبعا ما كانت راكزة، براج الأشرة كانوا جوا والسور، يعني ضايقني شوي بالهجمة، بس برضو ما طلعت لحتى أخذت موارد منيح ونجمة. طبعا نوسط شوي وراح نسرع الهجمة هلا. طبعا فت بكمية كمان من الجينت من هون عشان اخذ المخزن هاد. تمام الحكي، يعني سكرت نسبة منيحة منه. وهو تاون 8 يعد، يعني دفاعيته تاون 8 ماكس تقريبا، بس هي يعني براج الاشر ماكس، مرتلات كمان تقريبا ماكس. رح نشوف هلا الهجمة الثانية. الهجمة الثانية كانت 100%. طبعا شوفوا الاستراتيجية هلا برجيكم اياها باخر المقطع، باخر هي الهجمة مشان تحفظوها. طبعا جينتين على كل دفاعية هون عامل ايس ويزرد، ايس ويزرد كل قرنة ورا كل جينت، وفجر السور. ولا هون ما زتيته؟ لا زتيته. ممتاز كتير، يعني شوفوا الدفاعيات راح قسم كتير كبير منها، هي تاون 7 ماكس. تمام، رح نسرع شوي. هون الايس ويزرد اشتغل شغل كتير حلو، كتير 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 حلو. طبعا هون فرق الايس ويزرد على اليمين، مو مشكلة. الجينت لسه مكمل، والايس ويزرد في 3 وراه، ممتاز. الحماية، الملك ما عملنا اي ضرر، يعني منيح ترك الايس ويزرد صار يضرب الجينت، حتى ما قرب منه على الايس ويزرد. هون اكلنا الفخ. طبعا الملك مشي شوي منيحة، يعني يمكن هون ارنتو او هون، يعني الملك مشي منيحة على ارنتو. وهون اتسكر تاون 7 ماكس. تمام، يعني سور ماكس، كله ماكس اتسكر، وزاد معي جيش كميته كتير كبيرة. يعني هون في بيوت ما في، هاي كمية الجيش اللي زادت، يعني كمية لا يستهان فيها، يعني الجيش كامل زاد. وراح نشوف الهجمة اللي بعدها. الهجمة اللي بعدها 51%، وهلا رح نشوف ليش 51%. طبعا ما في هجمة عم يطلع فيها بدون كؤوس، عم حاول اجيب كؤوس قد ما بقدر. تاون 8 ماكس تماما بالضبط يعني. طبعا انا ما حطيت همي الموارد، حطيت همي انه بدي اجرب سكره. طبعا تجريب ما حيخسرني شيء، قاعدين عم نهجم. طبعا غلطي وين اني زدت ايس ويزرد واحد، بس كان بدي بس موت الملك. لسه كان معي 7، كان لازم فوت الايس ويزرد كلهم لهون. الجينت فات على قرن كتير خطرة، ما معه بنوب ايس ويزرد، وكل ايراني عم يتدرب ويتقتل، يعني ما مستحيل كان يزيد منه. قد ما كانت حماية قوية ما راح يزيد منه شيء. كل الدفاعات عم تضرب فيه، محاصر من كل الجهات. الايس ويزرد هون غلطنا بزتهم كتير، كومناهم فوق بعض وما استفدنا منهم شيء حتى. رح نسرع الهجمة شوي. طبعا هون شوية آشا، شوية بربري من ورا، راح أطلع كمان فاضية موارد على الآخر. صحيح ما جبنا اكسير منيح، بس جبنا ذهب منيح. الاستراتيجية كالتالي: 16 جينت، 4 مفجر، 8 ايس ويزرد. الملك يعني لازم يكون، او ضروري كتير يكون هون، حتفوتوا انت ورا الجينت دغري مشان يفضي مع الجينتات.
و23 ارشر، 25 برية، دول على كيفك نوع فيهم، تحب تجيبهم كلهم برية كلهم ارشر مو مشكلة. واجباري 2 حماية واحد تسريع، الزلزال مو كتير ضروري، بس انا بجيبها لانه ما بحب خلي ارمي بالمصانع فاضية. ورح نشوف هجمتين تانيات وبس. شفنا هاي 51، خلينا نشوف 100% التنتين هدول. كانوا 7 ماكس كل شي، ومعه موارد كتير حلوين. وراح نسرع هلا. طبعا مثل ما اتفقنا جينتات نحاول نوزعهم وراهن ايس ويزارد. طبعا عادة الجينت ما بيتوزع لأنه بتخسر كتير من طاقته أو كتير من تجمعه، التجمع فيه كتير قوة بالجينت. بس طول ما إنه معك الأيس ويزارد منيح إنك تجمع، لأنه حتستفاد كتير عفوا، منيح إنك تفرطع. حتستفاد كتير من الفرطة لأنه هون. ورح نشوف فرطعنا هون، روحنا الدفاعيات كلها تقريبا على الجوانب. هون الغضب كتير منيحة اجت، وهي برج الأشر اللي هون خالص. هون بدنا حماية، وينك يا حماية؟ يلا حلو ممتاز اجت الحماية. طبعا تجاهلنا للملك هاد شوي، كان حيشكل لي عقبة لأنه هون ما معي ملك أنا. ايس ويزارد حماية. طبعا المورتال هو العدو الوحيد اللي بيقدر كتير يأذي الايس ويزارد، هو المورتال، لأنه بيضرب ضربتين 3 بيكون ميت الايس ويزارد. طبعا هدول حيغامروا بحياتهم ويأسرعوا ويأسرعوا ويأسرعوا، وراحوا لعند المورتال، انتقموا منه لأرواح رفقاتهم اللي راحوا، وكملوا وانمسح كله كامل. طبعا 351 يعني موارد منيحة كتير اخدت. وراح نشوف هلا كمان اخر هجمة، خليها بس تكون على تاون 8 نوعا ما، وكون غابة فيها موارد منيح، لو مو مهم النسبة. خليني اشوف، بس يكون معي ملك. ما في. طب خلينا نشوف، هي اللي اخدنا منها 400 تقريبا من 300 ب1100 يمكن. تمام، تاون 8 ماكس كامل. تمام الحكي ماكس كامل. طبعا في موارد جوا وموارد برا، رح نشوف قديش اخدنا نحنا. طبعا مثل ما قلت لكم ايس وزات على الداير. هي 4 دفاعيات راحوا يا 3، وهي 5 دفاعيات 6. المورتال كان سادسهم 7. لحد الآن 7 ولسه معنا كتير جيش. روحنا الملك تبعه. الجيت ما كان بدي يفوت لجوا، أنا يعني كان بس بدي أخد على الداير، بس حبيت أجيب النجمة التانية بس ما طلع بإيدي. طبعا هذا كل شي ماكس يعني أكيد ما حيطلع بإيدي. وزعت شوية أشر بربري على الداير عشان ياخدوا موارد ما أطلع ببلاش. وطبعا ما طلعت ببلاش، خليت له نسبة قليلة وأخدت نسبة كتير منيحة. وهيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، وإن شاء الله تتبعوا الاستراتيجية اللي قلت لكم عليها تاع الآيس ويزرد، لأنه كتير خيالية. نرجع بنعيدها مرة تانية. 16 جينت، 8 آيس ويزرد، 4 مفجر، 8 سواحر، 23 أرش بربري، 25 آشر، 2 حماية ووحدة غضب. والزلزال مو كتير ضرورية، بس الملك ضروري، بس أنا عم طوره هلأ. طبعا من ورا هالهجمات طورت الملك، وطورت مخزن كسير الأسود، طورته ب2,400,000. وهون طورت بكم 25,000، أي 25,000 نفط. وحطيت الويزارد هون ب2,500,000، طبعا كله من وراه. تمام الحكي. وكان معكم عماد البني من قناة ألعاب برامج أندرويد، وشكرا كتير لكم للمتابعة.